اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى أحلى طبق رز بلبن هتاكليه، وأسرع طبق رز بلبن هتاكليه، وطعم جدا جدا وكريمي ومن غير كريمة ولا أي حاجة خالص. لذيذ جدا جدا يا جماعة. بما إني بقى بحب الرز بلبن اللي عليه زبيب وجوز هند، فأنا بقى هاكل الطبق ده. كريمي جدًا زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، وجميل وطعمه حلو أوي، 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 وسهل جدًا وبطريقة سهلة جدًا، جدًا، من غير أي كريمة لباني، من غير أي لبن بودر، من غير حاجة خالص، سهل وسريع وجميل جدًا وعيالِك هيموتوا فيه، يعني أول ما هتعمليه كده هيتاكل مش هيقعد. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، حلو أوي، 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 وبطريقتنا بقى لا تقولي بقى لا محلات ولا مطاعم ولا الكلام ده، إحنا بنعمله كده في البيت وبيعجبنا كده، إحنا عاجبنا طعمه كده، طعمه حلو أوي ولذيذ جدًا، جدًا، جدًا. شايفين الجمال؟ وطري بقى كده وكريمي، تحطي مكسرات بقى ما تحطيش مكسرات، براحتك خالص بقى، اللي عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة ما تحطيش. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملناه ازاي. معايا دي كوباية رز أنا بليتها ساعة كده تقريبا علشان ما تاخدش وقت في السوا معانا. دي كوباية ايه لبن، كوباية لبن، وهنحط على كوباية اللبن كوبايتين مية بنفس المعيار بالظبط، كوبايتين مية من الحنفية عادية خالص. ولازم تبلوا الرز يا جماعة علشان خاطر ما ياخدش وقت منك في السوا. تمام كده، حطينا كوبايتين مية وكوباية لبن، هنسيبهم بقى يستووا كده على النار ونغطي طبعا النار تبقى متوسطة، هنغطي الحلة كده. شايفين يا جماعة استووا وفي ثواني، علشان احنا بلينا الرز قبل كده فما بياخدش وقت خالص في السوا. تمام كده. هنجيب بقى كيلو وربع من اللبن او الحليب، هنحط بقى ايه، يعني انا غليته على فكرة، يعني هو سخن كمان مش بارد، علشان خاطر برضو ما ياخدش وقت معايا، يغلي بسرعة علشان ايه نخلص بقى الوصفة بسرعة كده وناكل بسرعة. هنعلي بقى النار عليه كده وايه، وهنشوف بقى السكر اللي انتي حابة حطيه. يعني انا هحط كوباية سكر وهدوق اللبن بعد كده، لو محتاج سكر احط، مش محتاج خلاص انتي بقى حطي حسب راحتك. بتحبي السكر كتير حطي، بتحبيه قليل، يعني التحلية دي حسب راحتك انتي. تمام كده. هنقلبه بقى كده وايه، وهنسيبه بقى يغلى على النار. هنجيب بس 2 باكت من الفانيليا تحطهم على اللبن او على الرز بلبن، علشان خاطر يعني ايه بيدوله ريحة كويسة وطعم حلو اوي. هنقلبهم تقليبة بقى كده وايه، ونسيبهم يغلوا على النار كده. اول ما يغلى على طول، طبعا احنا الرز معانا مستوي، مش محتاج انه يقعد بقى على النار كتير علشان خاطر ما يتهرش مننا ويبقى مش حلو. نديله تقليبة كده، وأول ما يغلي على النار، يعني أول ما يفور كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، دي معلقة كبيرة نشا، هنحط عليها ربع كوباية من المية من الحنفية عادي كده، هنقلبه كويس جدا. وبعد كده بقى هنضيفه على الرز بلبن بتاعنا. انا معرفش بقى اللي يقعد يقول من غير نشا، من غير، والنشا وحش يعني لما نحط على الرز بلبن ولا ايه؟ مش فاهمة. هو بيديله قوام حلو وطعم حلو كمان على فكرة. هنقلب بقى كده ونحط الايه، معلقة النشا اللي احنا مقلبينه. كل اللي يطلع بقى من غير نشا، من غير نشا، ايه المشكلة لما نحط نشا؟ يعني مش فاهمة والله. النشا بيديله قوام حلو قوي يا جماعة. شايفين انا كده بقى خلصته، يعني انا مش هنسيبه بقى على النار كتير، هي غلوة كمان كده علشان طعم النشا يروح، ونفصل النار على طول. انا فصلت النار كده. هنغرف بقى الطباق بتاعتنا، واستوى وايه وريحته رهيبة وطعمه حلو قوي قوي. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معي في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين يا جماعة هو قوامه يعني سايب شوية علشان خاطر هو لسه سخن، لما يبرد بقى القوام بتاعه هيتقل معاكي. فانتي ما تقلهوش على النار، يعني ما تسيبوش يستوي كتير على النار علشان خاطر ما يتقلش. ولو تقل طبعا لما يبرد هيتقل اكتر، فهيبقى محجر كده ومش حلو. انما لما تسيبيه سايب شوية كده وبعدين لما يبرد يبقى قوامه كريمي وتحفة، طعمه جميل جدا جدا يا جماعة بجد. جربوه.
وطبعًا دي الطريقة اللي إحنا بنعمل بيها على طول الرز بلبن، يعني ما فيهاش أي اختراعات ولا بقى كريمة لباني. وعلى فكرة أنا حاطة قشطة بس يعني الكاميرا كانت فصلت، واللبن أصلًا أنا ما باشيلش القشطة منه، يعني أنتِ ما تبقيش بقى شايلة القشطة من اللبن وتقولي هاعمل بيه رز بلبن، ما ينفعش، لازم يبقى بخيره بقشطته بكل حاجة. شايفين يا جماعة قوامه عامل إزاي، تقل إزاي، تقل وكريمي في نفس الوقت وطعمه لذيذ جدًا، جدًا، جدًا. جرّبيه بقى بالطريقة دي، ولو بتعملي بالطريقة دي اعملي بيها على طول، حلوة أوي بجد، ومش مكلفة بقى خالص، يعني الكريمة والحاجات دي بقى بدل ما تحطها في الرز بلبن وهو بيبقى طعمه حلو كده أصلًا، اعملي بيها جاتوه أو اعملي بيها أي حاجة تانية يعني أحسن لِك. شايفين الجمال؟ طعمه رهيب يا جماعة، طعمه حلو أوي، أوي. ما ننساش بقى نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين عامل إزاي؟ تحطيه بقى في التلاجة يبقى طعمه رهيب، وبألف هنا وشفا للي يجربه.